نحن هنا أمام محل الصائغ الذي تعرض إلى عملية سطو مسلح ليلة البارحة، وأدت إلى مقتل شخصين في هذا المحل وهما أصحاب المحل. ثم قام اللصوص أو المجرمين، لأنهم مجرمين وليسوا لصوص على هذا الفيديو الذي شاهدناه البارحة، ثم قاموا بسرقة الأموال الموجودة وما يقارب كيلو من الذهب. ثم لم يكتفوا بذلك، خرجوا إلى خارج المحل وقاموا بإطلاق الرصاص وبشكل عشوائي على المدنيين وعلى المارة. سنلتقي الآن مع شهود عيان ليضعونا بتفاصيل هذه الجريمة وما الذي شاهدوا. امبارحة قريب الساعة 7 سمعنا صوت إطلاق نار، وأنا كنت واقف محل عملي مقابل الزلمة. فات أول واحد، كان في واحد قدام الباب، طلع الثاني، فات الأول واحد، طلع الثاني سيضرب إطلاق نار على العالم، إطلاق نار عشوائي. فات هذاك سيسرق المحل وكذا وشيء، وهذاك الثاني سيضرب إطلاق نار على العالم وحول الطلقات وشيء. فبعض الناس كلها احتمت وخبت وكذا شيء، قالوا ضل شي دقيقة شوي وبعدين انهزموا. بعد ما راحوا رقدنا على اتجاه المحل وشفنا الاخوه الاثنين مستشهدين ميتين الله يرحمهم، وانا راقدين رقدوا بهالمفرق هذا اللي هون في جامع. كان هنيك كان معهم واحد، معهم كذا، حدا عم يستنوهم ما بعرف، طلع معهم الموتور. هن طلع واحد من الجامع كمان صار بيشتغل هون عند محل ابو الفطايه، كمان قوسوه باجره، اطلاق نار باجره وقوسوه وانهزموا. بعد ما دخلنا على المحل شفنا الاخوه الاثنين متوفين ميتين، من شفناهم عرفناهم انه ميتين. يعني اللي شفتهم حضرتك ان كانوا اثنين، واحد دخل لجوا وفتح النار بشكل مباشر والثاني برا واقف قدام الباب. فات اول واحد اطلق النار عليهم والثاني كان قدام الباب معه مسدس. والله فجأة سمعنا صوت قواص، واقف أنا هون عم بحكي مع أبو البسطة أبو خضران، وصار رصاص انهزم لجوا. تميت واقف أنا هون عند الطاولة، طلعت في واحد هون عم بقوس بالهواء وهيك بهالاتجاه والاتجاه، بركت ورا الطاولة هون، يعني احتميت من الرصاص شوية. طلعت عليهم راحوا انهزموا اثنين، واحد معه باروده والثاني مسدس، الثاني شايل كيس كمان انهزموا. دخلوا بالحاره مقابيلي هون وراحوا. طلعنا على اهل الصاغه ولا بالارض متوفين. المهم طلعنا هون، سعفوا هون على المشفى، سكروا المحل، وهذا صار يرش على في كاميرا هون على العمود، صار يرش عليها كمان عشان يفصلها. وانهزموا بالحاره اثنين. اول ما قوسين بالحاره كمان على موتور واحد، قوسينه واخذين الموتور وهذا. وقت اللي طلعوا صاروا يعني يطلقوا الرصاص بشكل مباشر على المارة، يعني يضربوا بهالاتجاه والاتجاه، يعني خلص. وصوبوا شي 10، يعني هون صوب اثنين، هون اثنين، اللي بده يحاول يقرب عبرشه، يعني ما في مجال انه يشيل.